في يوم من الأيام كان في شاب اسمه محمود. كان شاب عادي زي أي حد، بيحب يخرج ويكتشف أماكن جديدة. كان عنده هواية غريبة وهي التخييم في الغابات. في يوم قرر إنه يروح يخيم في غابة قديمة بعيدة عن المدينة. كان سمع عنها كتير من الناس، وكل واحد كان بيقول عنها قصة مختلفة. بعض الناس قالوا إنها مسكونة، والبعض الآخر قال إنها مكان هادي. محمود كان متحمس جدا عشان يكتشف المكان بنفسه. وصل محمود للغابة بعد ما قطع مسافة طويلة في الطريق. كانت الغابة مليانة بالأشجار الكثيفة، وكان الليل بدأ يجي. محمود قرر إنه يحدد مكانه ويشعل النار عشان يحضر العشاء. الجو كان بارد، والريح كانت بتسحب الأصوات من بعيد. في الأول كان كل حاجة هادية، وصوت النار هو الوحيد اللي كان مسموع. لكن بعد شوية بدأ يسمع أصوات غريبة جاية من بين الأشجار. كانت أصوات مش طبيعية، زي صوت خطوات خفيفة وصوت خشب بيكسر. محمود فزع شوية، لكن قرر إنه مفيش حاجة هتخوفه. فكر في نفسه وقال: أكيد دي حيوانات برية، مش لازم أخاف. لكن الأصوات زادت وبقت قريبة جدا. محمود حاول إنه يركز، وكان حاسس بشيء غريب في الجو. كان في صوت كأنه همسات مش واضحة، لكن كأن فيه حد بيقول له حاجات ما فهمهاش. بعد كده سمع صوت خفيف زي حد بيبص عليه من ورا الشجرة. قلبه بدأ يدق بسرعة، واتجه ناحية المكان اللي جت منه الأصوات. فجأة شاف حاجة غريبة. كان في شكل مظلم بيحرك نفسه بين الأشجار، ومحمود مش قادر يشوفه كويس. خاف بشدة وركض ناحية مكان النار عشان يحاول يهرب، لكن الصوت اتبعته. محمود رجع للسيارة بسرعة وحاول يهرب، لكن السيارة مفيش فيها كهرباء. صرخ بقلق، وأصوات همسات كانت بتزيد من حوله. في اللحظة دي بدأ يتذكر كل القصص اللي سمعها عن الغابة دي. كان في ناس قالت إن في أرواح ضيعة وأشخاص ما خرجوش منها أبداً. محمود اتجمد في مكانه وبيحاول يقنع نفسه إنه هو مش لوحده، لكن الأصوات كانت تقترب بشكل متسارع. وفي اللحظة الأخيرة قبل ما الصوت يوصل له، تحركت الأشجار بشكل غريب. اختفى الصوت فجأة. محمود جري بأقصى سرعة وهو مش فاهم إيه اللي حصل. وصل للمدينة وهو مرعوب، ومفيش حد كان يصدق الكلام اللي قاله. لكن من وقتها وهو مطلعش على الغابة تاني. وكل ما مر وقت كانت الأصوات بتزيد، وكل واحد بيحكي قصة تانية عن الأصوات الغريبة اللي سمعها في نفس المكان، لحد ما الغابة